ابويا عايز يجيب لي عربيه داتسون بدل البي ام دبليو اللي كان وعدني بيها. قال ايه؟ عشان نجحت في ماده واحده. انا بقى طلبت من ابويا حق نشر، اتفقت معاه ان كل ماده انجح فيها يديني 2000 جنيه بس. فهمي؟ ايه؟ يعني ساكت النهارده ما بتتكلمش؟ تلاقيه بس زعلان عشان امه ما بعتتلوش هديه النجاح. وايه؟ ناجح وجايب جيد جدا. انت وجودك اكبر دليل على ان احنا عايشين في مجتمع فاسد. طيب اللي شفته ده اشهر مشهد في فيلم حتى لا يطير الدخان، الفيلم اللي لما تشوفه من اول مره ممكن تتخدع فيه على انه بيحكي عن الشاب الفقير ضحيه المجتمع الفاسد اللي بينتقم من كل اللي ظلموه ووقفوا في طريق نجاحه. ولو عملت سيرش باسم الفيلم هتلاقي بوستات بتتغنى بشخصية فهمي اللي بينتقم من الأشرار وبيقول حكم وأقوال بوم طخ وقصف جبهات لأعدائه وكده. لكن لما تركز شوية في تفاصيل الأحداث هتكتشف حقيقة بطل الفيلم فهمي عبد الهادي اللي في رأيي هو مش ضحية لفساد المجتمع، لا ده هو نفسه نموذج واضح وضوح الشمس للمجتمع الفاسد، ونموذج أوضح للبني آدم لما يبقى من جواه فاسد كبير لكن لسه ما جاتلوش الفرصة إنه يبين فساده وجحوده ومداريهم تحت مظلة الفقر. وأعدائه اللي بينتقم منهم في الجزء الثاني من الفيلم هم أعداء وهميين هو اللي خلقهم لنفسه بغبائه، او بلاش نقول بغبائه لانه المفروض انه شخصيه ذكيه، هو خلقهم لنفسه عشان يوجد لنفسه مبرر انه يكون واحد منهم، واحد من فسدة المجتمع اللي هو شخصيا كان بينتقدهم في بدايه القصه. الفيلم انتاج سنه 1984، إخراج أحمد يحيى، عن قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، وموسيقى تصويرية جمال سلام. وقبل ما ندخل في أحداث الفيلم الأول عايز أقول لك يعني إيه حتى لا يطير الدخان؟ ليه اسم الفيلم يكون عبارة عن جملة خبرية؟ المفروض إن في جملة في الأول ويتبعها جملة حتى لا يطير الدخان، فخليني أقول لك إيه هي الجملة دي علشان يكتمل معنى اسم الفيلم. بص يا سيدي، في عالم الضرب والضريبة وتحديدا مخدر الحشيش، أصول الضرب إن المكان يكون مقفول، وده عشان يستفادوا من كل قطرة من دخان الحشيش ويوصلوا بيه لأعلى منطقة من الخيال المزيف اللي ممكن يحولك لفيلسوف أو قائد أو زعيم ومتخذ قرارات سياسية كمان. وده اللي حكيته رواية إحسان عبد القدوس، إنه كان بيقوم بدور كبير في صناعة القرار السياسي أيام جمال عبد الناصر، وده برضو اللي صوروا الفيلم لكن بشكل أبسط شوية، لما كان بيجتمع سياسيين أصحاب قرار في بيت رؤوف واحد من أصحاب فهمي عبد الهادي، وكانت القاعدة إن ممنوع حد يفتح الشباك عشان تفضل الأوضة معبية بالدخان وما يتسرسبش ويتفصلوا من أحلام اليقظة اللي هم فيها. وأحلام اليقظة دي برضو اللي بتعود على كل أطياف الشعب اللي طول ما هم مساطيل بيبقوا شايفين إن الدنيا عال العال والبلد زي الفل والدنيا بخير، فممنوع تفتح الشباك حتى لا يطير الدخان. الفيلم بيحكي عن فهمي عبد الهادي، شاب فقير من الأرياف قرية كفر الغلابة، بينجح في الثانوية العامة وبينتقل للقاهرة عشان يدرس في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وبيعيش على 5 جنيه بتبعتها له أمه كل أول شهر لحد ما ينجح في الكلية ويشتغل بشهادته. وبما إن ولا أنا ولا أنت على الأغلب يعني كان شبابنا في فترة الثمانينات، فحب أقول لك إن 5 جنيه في الشهر كانوا يدوب يجيبوا أوضة إيجار فوق سطح ويأكلوه فول وطعمية طول الشهر وشوكو كمان. وبيدخل الفيلم في الموضوع على طول وفهمي في جامعة القاهرة، والشلة بتاعته كلها من أولاد أغنياء البلد، مدحت ابن رجل أعمال، وكمال ابن محامي معروف، ورؤوف ابن باشا سابق. وبنلاقي إن فهمي مش طايقهم تقريبا، وده بيبان من قعدته وطريقة كلامه معاهم، وبيبان من الحوار بينهم إنه شايف أهاليهم حرامية وسارقين البلد. وأنا بتفرج لأول مرة على الفيلم بقول لنفسي طب أنت إيه اللي لمك عليهم لما أنت شايفهم بالشكل ده؟ ليه ما يكونش أصحابك من نفس مستواك الاجتماعي أو حتى أعلى شوية؟ ليه تتلم على أولاد حرامية البلد وتفضل معاهم في الصراع الطبقي ده طول الوقت؟ لكن المشهد اللي بعده لما بنلاقي فهمي في فيلة رؤوف، لا وكمان بيحاول يعبر لأخت رؤوف عن حبه ليها اللي مستحيل تبادله نفس الشعور من اللا شيء كده، وفرق الطبقات الشاسع بينهم بدأت الشكوك تلوح في الأفق. على فكرة جاكيتة رؤوف لايقة عليك قوي. انت ايه اللي بتعمله ده يا عم؟ ايه اللي جابك هنا وايه اللي بتقوله ده؟ هو انت طمعان ولا غاوي تسمع كلام يزعلك ولا ايه حكايتك؟ ما هو انت اصلك في نفس الوقت معشم بنت تانية غلبانه اللي هي سنيه جارته اللي في الاوضه اللي على السطح، معشمها حتى بسكوته عن انه عارف انها بتحبه وبتخدمه وتنظف له اوضته، وهو كمان جدع معاها وبيقف جنبها لما بتتعب، لكن ما كانش يقدر يبادلها نفس الشعور لانه على قده وما يقدرش يتجوزها ويفتح بيت. ده انا عايش عيشة كلام. طب يبقى ازاي بقى قادر تصارح بنت باشا بحبك ليها؟ ده انت يا راجل بتبص للحمه وعايز تتصور جنبها من كتر ما انت مش لاقي تاكلها. ممكن اتصور صورة جنبيها للذكرى قبل ما تغلى؟
وهنا انا مش بعايره، لكن رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، وانت شكلك كده مخبي حاجه. المهم المشهد اللي بعده بيروح فهمي علشان يستلم الجواب اللي امه بتبعت له فيه ال5 جنيه كل اول شهر، لكن المره دي مش بيلاقي الفلوس، وبيلاقي جواب من امه بتقول له انه يعتمد على نفسه وانها مش هتعرف تبعت له فلوس تاني. في نفس الوقت اللي بيقعد فيه مع الشله بتاعته وبيسمعهم وهم بيتكلموا عن عربياتهم والصفقات اللي بالملايين اللي اهاليهم بيعملوها. حاجه تضايق طبعا، لكن ارجع واقول لك انت اللي زارع نفسك وسطهم وسايب نفسك ليهم وطول الوقت بتسمع ما لا يرضيك. بعدها بتعرض عليه ثانيا انه ياخد السلسله بتاعتها ويفك زنقته، لكن هو بيرفض لان كرامته ما بتسمحلهوش. وبنكتشف انه شايف له شوفه تانيه، بيعرض على رؤوف صاحبه انه يقعد في شقه الزمالك بتاعته لكن بشكل غير مباشر. تفتكر الرصيف ده مناسب ولا حاجه غير؟ ايه رايك في رصيف في حاره نكون على الضيق كده؟ انا عندي ليك رصيف 3 اوض، قصدي شقه 3 اوض. قصدك شقه الزمالك؟ شقه الزمالك دي اللي تعتبر الغرزه بتاعت رؤوف اللي بيتجمعوا فيها ويشربوا الحشيش، وبيضطر فهمي في الاول انه يشاركهم شرب الحشيش. كان لازم اشرب معاهم عشان ابقى زيهم، لو ما شربتش كنت هبقى خدام عندهم. لكن بعد كده بيقرر انه يشاركهم قعدتهم بس وهو فايق، وبيبتدي يعرف طريق المخدرات وازاي بتتجاب وازاي بتتحضر، وبيبقى مسؤول التموين للشله. وبيصادف انه بيلاقي نفسه قاعد مع مسؤولين كبار في البلد قاعدين في الغرزه بيحششوا. اطمن، ده هيحصل تغيرات عظيمه في البلد. اولا هيرفعوا الحراسات وكل واحد هياخد فلوسه، والبلد هتنفتح قوي قوي قوي. بيجري فهمي على الباشا ابو رؤوف علشان يبلغه بالخبر، ولما بيشوف اخت رؤوف بيصارحها بحبه للمره الثانيه. اسكت يا اخي، انت اللي عمال تخلق لنفسك عداوات من العدم اهو، بسبب غبائك بقى او طمعك او رغبتك في تغذيه نفسك بالعداوات. على الجانب الاخر ثانيه صاحب البيت بيطردها من الاوضه بتاعتها عشان ما بتدفعش الايجار، وبيعرض عليها فهمي انها تعيش معاه في شقه الزمالك، وبتروح معاه ثانيه. ما نسوان على قفا من يشيل. البت دي لا مقامك ولا مستواك. ايوه بس البت دخلت بمزاجي. رايح فين؟ رايح ادوب الفوارق بين الطبقات. اللي كتر خيره زق الباب زقتين كده، ولما ما لقاش فيه فايده قرر انه ينزل يتمشى شويه ويرجع تاني. ولما بيرجع الشقه بيلاقي ثانيه هتمشي، فبيقنعها انها تستنى وانهم مالهمش حل تاني غير انهم يصبروا لحد ما يقدروا يغيروا ظروفهم. طب ما تبعد يا باشا عن الناس النوتي اللي ما بيسمعوش الكلام دول، عليك بايه تفضل لازق لهم وتفضل تاخد كل قلم والتاني وانت لسه مكمل. المهم بعد كده بيعرف ان امه تعبانه ومحتاجه عمليه هتتكلف 500 جنيه، وبيحاول انه يستلف الفلوس دي من اصحابه الثلاثه، لكن محدش فيهم بيسلفوا المبلغ. وبتموت امه وهي مريضه وما يعرفش يدبر لها فلوس العمليه. وهنا بيقرر فهمي انه ينتقم. لكن ورحمه امي من النهارده انا مش هقف ساكت. ثانية واحدة بس، تفتكر هو عايز ينتقم من مين؟ هل من البلد اللي مش موفرة أقل الاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة؟ ولا من المستشفيات الحكومية اللي ما فيهاش رعاية كافية؟ ولا نظام صحي يقدر يشيل عملية تنقذ حياة بني آدم؟ لا، هو قرر إنه ينتقم من البنت اللي ما بتحبهوش ومن أصحابه اللي ما رضيوش يسلفوه، وطول الوقت شايفهم واكلين البلد وأهاليهم كلهم فسدة. وبيبتدي رحلة الانتقام بتاعته إنه بيسلم تاجر المخدرات اللي كان بيشتري منه الحشيش علشان يكون هو تاجر المخدرات نفسه. بدأ يشتري هو الحشيش ويبيعه لأصحابه، واخد السلسله من ثانيه بس المره دي عشان يكبر مشروعه. وبدا زبونه يكبر ويبيع لناس اكتر ويعمل فلوس اكتر واكتر. ولما عرفت ثانيه انه بيتاجر في المخدرات سابته ومشي، وبيكمل فهمي مشواره. وبعد ما بينجح في الكليه بيطلب من كمال صاحبه انه يتدرب في مكتب ابوه المحامي، وهناك بيقابل مرات واحد من اللي كانوا بيسهروا عنده في شقه الزمالك. وبما انه شافها قبل كده في الشقه مع واحد من اصحابه بيطلب منها خدمه مقابل انه مش هيقول لجوزها. بيطلب منها شقه في وسط البلد تبع الوزاره اللي شغال فيها جوزها، وبياخد فعلا الشقه وبيفتحها مكتب للتوكيلات التجاريه. ومع تجارته في الحشيش اللي كبرت وتوسعت واللي بقى بيساعدوا فيها بلدياته من كفر الغلابه، توحش فهمي عبد الهادي وبدا يبقى له نفوذ، ورشح نفسه في مجلس الشعب عن كفر الغلابه ونجح. وبيشتري شقه الزمالك من صاحبه رؤوف اللي بيضيق بيهم الحال. لكن في وسط كل ده بيتفاجئ فهمي انه مريض بالبلهارسيا علشان يعيش الفقر رغم انه بقى غني، وانه ما يقدرش ياكل اللحمه اللي كان محروم منها وهو فقير، بس المره دي بسبب مرض. مفيش فايده يا معلم. يظهر مش مكتوب لا دوها ابدا. ويعرف فهمي ان في شحنه موز جايه ثمنها $1 مليون لحساب مدحت صاحبه اللي شغال مع ابوه. فهمي بيستغل الفرصه وبيقدر بنفوذه انه يوقف له شحنه الموز، وبما انه بقى عضو مجلس شعب بيلجأ له مدحت عشان يحل له المشكله دي، وبيوعده فهمي انه هيساعده. لكن بعد كده بيقول له انه مفيش فايده ومش عارف يعمل له حاجه، وبيعرض عليه انه يشتري الشحنه بربع الثمن كحل اخير للخروج من الخساره الكبيره دي. وطبعا بعدها بيدخل هو الشحنه وبيكسب فيها اضعاف اللي دفعه. ولما بيفتقر مدحت وبيفلس بتسيبه
مراته اللي هي اخت رؤوف اللي كان فهمي بيدعي انه بيحبها وقت فقره، فبتروح له شقه الزمالك وبتعرض عليه نفسها بمنتهى الرخص. طبعا هي رخيصه وهو مصدق انه ينتقم منها، فبيعاملها اسوأ معامله وبينزلها من سلم الخدامين. بعدها بيروح لثانيه وبيعرض عليها الجواز عشان اخيرا يحقق حاجه من اللي كان محروم منها ويتجوز. وفي المشهد الاخير بيشتد عليه التعب في الفرح وسط المعازيم، وبيموت فهمي عبد الهادي علشان ما يحققش حتى انه يتجوز. يعني كل اللي عمله ده على ما فيش. الاكل اللي كان محروم منه وهو فقير فضل محروم منه بعد ما اتغنى علشان مرضه، ومرضه طول الرحله فضل عقده عنده وما قدرش يعالجه رغم انه بقى غني، ومات بيه زي ما امه ماتت بمرضها. والموت منعه من الجواز وهو غني زي ما كان الفقر منعه وهو فقير. حتى السعاده ما قدرش يحققها وهو غني لانه كان مشغول بالانتقام من العداوات الوهميه اللي خلقها لنفسه، وفضل حابس نفسه في الاوضه وما فتحش لنفسه الشباك حتى لا يطير الدخان.